هو ايه اللي بيحصل في السودان؟ ده حميدتي قائد قوات الدعم السريع، وده عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، الاثنين نازلين ضربوا في بعض واستيلاء على المقرات. لكن لو انت عايز تفهم او تعرف ايه الموضوع ومين هو حميدتي ومين هم قوات الدعم السريع وايه اصلا سبب الازمه وايه اخبار الجنود المصريين اللي في السودان، فخليك معايا. في البدايه كده يا سيدي، الازمه اللي حصلت دي بين اثنين من الجنرالات، بين حميدتي وبين عبد الفتاح البرهان، والشعب اصلا مش طرف فيها. لكن مين هو اصلا حميدتي ده؟ حميدتي ده واحد من قبيله الرزيقات، ودي قبيله من العرب واللي اختلطت بالقبائل الافريقيه الموجوده في دارفور، ودول شغلتهم رعي البقر والماشيه. حميدتي نفسه قبل ما يظهر على الشاشه ويكون قائد لقوات الدعم السريع، ده كان تاجر ابل او تاجر جمال، وتجارته كانت بين مالي وليبيا وتشاد. وحميدتي عشان يحمي القوافل او التجاره بتاعته الواسعه دي عمل جيش لنفسه من القبائل الموجوده هناك. وفي ازمه دارفور والضرب اللي كان شغال بين الحكومه وبين الاهالي في دارفور، حميدتي استولى على منجم من الذهب وبقى غني وكان معروف بالنسبه للبشير. لكن طب ايه قوات الدعم السريع اللي هو كان قائدها؟ شوف يا سيدي، في ازمه دارفور والمتمردين والضرب اللي كان شغال والحرب اللي كانت شغاله، دي حرب كانت حرب عصابات، والجيش النظامي اللي هو تبع البشير ما كانش قادر ان هو يسيطر على الوضع. فالبشير فكر في حاجه ان هو يعمل جيش تاني خالص ملوش علاقه بالجيش النظامي، جيش مكون من القبائل الموجوده هناك اللي هم ميليشيات يعني. المهم سماهم الجنجويد، والجنجويد دول كانوا بقياده واحد اسمه موسى هلال، وانضم ليهم حميدتي بالجيش او القوات اللي كان عاملها عشان يحمي تجارته. والجنجويد يا سيدي دول عملوا كل حاجه غلط ممكن تتخيلها، قتل واغتصاب ونهب وسلب، وداسوا كده بالاخر كده على سكان دارفور واتهموا بارتكاب جرائم حرب، والفضيحه بتاعتهم بقت عالميه. فاللحظه دي انشق حميدتي عن قوات الجنجويد وعمل قوات الدعم السريع. لكن بعد الانشقاق او الانقسامات دي اللي حصلت دي، حصلت اشتباكات بين الجنجويد وبين قوات الدعم السريع بقياده حميدتي. في النهايه انتصر حميدتي على موسى هلال اللي هو قائد قوات الجنجويد، وتم اعتقال موسى هلال. لغايه دلوقتي حميدتي ملوش اي صفه في الجيش، لا واحد لا درس ولا تعلم ولا كان اي قياده في الجيش، لكن كان مقرب من البشير. لكن يا سيدي في 2013 تم انضمام قوات الدعم السريع واصبحت تحت قياده الامن الوطني والمخابرات السودانيه، يعني كده بقوا تبع الجيش بشكل رسمي. وفي ابريل 2019 طلعت مظاهرات كبيره من الشعب السوداني على عمر البشير، واللي بيطالب بانهاء حكمه وانهاء فتره 30 سنه من الحكم. وبالفعل تم اسقاط عمر البشير وتولى احمد عوض، واللي بعدها على طول سلمها لعبد الفتاح البرهان. تم الاتفاق على تقاسم السلطه بين المدنيين وبين العسكريين، وتكوين مجلس من 11 واحد، 5 عسكريين و5 مدنيين بقياده عبد الفتاح البرهان. وكان من ضمن الخمسه العسكريين عبد الفتاح البرهان وحميدتي والكباشي. طب يا سيدي حميدتي ما كانش اصلا تبع الجيش، هو كان يعرف عبد الفتاح البرهان قبل ما يوصل للمرحله دي؟ ايوه يا سيدي، عبد الفتاح البرهان وحميدتي كانوا يعرفوا بعض من ايام ازمه دارفور، لان عبد الفتاح البرهان كان العقيد المسؤول عن الاستخبارات العسكريه، وكان المسؤول عن الهجمات اللي بينفذها الجيش والميليشيات اللي هي كان قائدها حميدتي. المهم يا سيدي تولى الاقتصاد حمدوك رئاسه الوزراء. الراجل اول ما بدا راح عامل اتفاق مع المتمردين، لكن عمل برضه مصيبه اللي هو طبع مع اسرائيل، لكن مقابل خصم 56 مليار دولار من ديون السودان. في 21 عبد الفتاح البرهان راح معتقل حمدوك وحل الحكومه واعتقل عدد كبير من القيادات المدنيين. لكن بعد مظاهرات وبعد ضغط من دول من بره رجع حمدوك تاني، لكن بدات مشكله تانية خالص. المشكله دي يا سيدي ان هو حصل خلاف بين عبد الفتاح البرهان وبين حميدتي قائد قوات الدعم السريع. حميدتي قال لك ان قرارات البرهان دي بترجع النظام السابق، وان انا بخالف او مش راضي عن القرارات اللي هو بيصدرها. المهم يا سيدي فضل الكلام بين حميدتي وبين عبد الفتاح البرهان لغايه ما عملوا اتفاق اطاري وبينص على تسليم السلطه للمدنيين، لكن بينص على شويه حاجات تانية. ومن ضمن البنود اللي كانت في الاتفاق ان قوات الدعم السريع تندمج او تدخل تبع الجيش وتبقى تحت الجيش، وشركات الدعم السريع تدخل تبع وزاره الماليه، وكل ده يتم خلال 2 سنين. طبعا الكلام ما عجبش حميدتي خالص، لانه هو كان عارف او كان فاهم ان هو لو تم التسليم قبل الانتخابات وقبل السلطه هو هيروح في رجلين، خصوصا بعد البلاوي اللي كان عاملها في دارفور. لكن حميدتي بعد كل التفكير ده قال لك انا موافق، لكن يتم التسليم خلال 10 سنين. الحاجه الثانيه اللي كان فيها اختلاف بين عبد الفتاح البرهان وبين حميدتي قائد قوات الدعم السريع، ان عبد الفتاح البرهان قال لك ان قوات الدعم السريع لما تندمج او تدخل تحت الجيش لازم يتراجعوا في الرتب شويه. حميدتي قال لك لا، احنا لو اندمجنا او دخلنا تبع الجيش يبقى نفضل بالرتبه بتاعتنا ومفيش اي حاجه تتغير. وبرضه كان في بند في الاتفاق ان هو عدم اضافه اي حد تاني او تجنيد اي عساكر تانيه لقوات الدعم السريع. لكن تم تجنيد عساكر تانيه من نفس القبائل او من نفس القبيله اللي فيها حميدتي. حميدتي قال لك لا،
انتم مانعين علينا ان احنا نجند عساكر تانية لقوات الدعم السريع، وانتم بتجندوا عساكر من نفس القبيلة بتاعتنا. راح مجند 1000 عسكري تاني ونقلهم للخرطوم. البرهان قال ان حميدتي بيحشد قواته في الخرطوم، وحميدتي قال لك ان البرهان دي قراراته غلط، لغايه ما حصلت الاشتباكات بينهم. حميدتي يا سيدي هاجم على مطار المروي واللي كان فيه عساكر مصريين، ودول اصلا موجودين من قبل، ما لهمش علاقه بالموضوع، لا لهم علاقه بحميدتي ولا لهم علاقه اصلا بعبد الفتاح البرهان، وكانوا موجودين للتدريب. لكن حميدتي استغل القصه دي وسماه احتلال، حب يهيج الشعب على عبد الفتاح البرهان، مع ان العساكر المصريين دول موجودين اصلا من الاول بعلم من حميدتي وبعلم من عبد الفتاح البرهان. وصورهم يا سيدي عشان يثبت انه هو بطل، مع انه هو طلع وقال ان عساكر صغيرين هم او ضباط صغيرين هم اللي عملوا التصوير ونشروا الفيديوهات دي، لكن هو كذاب، هو حب يستغل القصه دي. وفي النهايه يا سيدي لغايه دلوقتي العساكر المصريين لسه موجودين، لكن ان شاء الله هيرجعوا. لكن الاهم في القصه دي هو الشعب السوداني، لانه هو الوحيد اللي هيخسر في الاخر، بغض النظر عن مين هينتصر منهم، سواء كان عبد الفتاح البرهان او حميدتي، لان دول هدفهم من البدايه هو السلطه. فربنا يحفظنا ويحفظ الشعب السوداني.